بكم مشاهدينا ومتابعينا من رودة عربية، أحييكم إلى نشرة أخبارية مفصلة لهذه الساعة. وقع انفجار في مستودع للذخيرة والأسلحة تابع لوحدات حماية الشعب الكردية في قرية زغات الينبوع في الريف الشرقي لمدينة ديرك بكردستان سوريا. ورافق التفجير صوت طائرة حربية تحوم في سماء المنطقة، فيما لم يعرف بعد ما إذا كانت الطائرة هي التي استهدفت الموقع أم لا. وتسبب الانفجار بأضرار مادية وبشرية في الموقع العسكري، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى ديرك لتلقي العلاج، فيما شددت قوات الأمن الأسايش إجراءاتها الأمنية هناك. وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تسليح قوات سوريا الديمقراطية التي تعتبر وحدة حماية الشعب الكردية عمودها الفقري لتحرير مدينة الرق التي تخضع لسيطرة تنظيم داعش. وقالت المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت في بيان لها، قالت إننا ندرك تماما المخاوف الأمنية لتركيا شريكتنا في التحالف، ونود طمأنة شعب وحكومة تركيا بأن الولايات المتحدة ملتزمة بمنع أي أخطار أمنية إضافية، وأيضا بحماية شركتنا في حلف شمال الأطلسي. بالعودة إلى تسليح الولايات المتحدة لقوات سوريا الديمقراطية، انضم معنا عبر الهاتف الصحفي هوزان عفريني، تحياتنا لك. شكرا لكم. بداية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على تسليح قوات سوريا الديمقراطية لتحرير الرق من تنظيم داعش، كيف تقيم ذلك؟ طبعا بالنسبة لقرار الرئيس الأمريكي لم تكن جديدا، إنما كان القرار من قبل من الرئيس السابق السيد باراك أوباما طبعا. فالرئيس الجديد هو يقوم بترسيخ تلك الخطوات التي كانت سابقا لأجل رجاوي كردستان، وقوات سوريا الديمقراطية جاهزة طبعا تقوم بترسيخها في الواقع العملي. طبعا قوات سوريا الديمقراطية أيضا تعتبر أن قرار واشنطن تسليح الأكراد أو القوات السورية الديمقراطية يسرع للقضاء على الإرهاب في سوريا كافة. واعتبرت قوات السورية الديمقراطية طبعا الائتلاف الفصائل الكردية العربية المدعوم من واشنطن أن القرار الأمريكي بتسليح المقاتلين الأكراد سيؤدي إلى تسريع عجلة القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية داعش في سوريا. حسب وجهة نظرك هذا الدعم هل سيستمر بعد تحرير الرق من تنظيم داعش، أم أنه سيتوقف والأمور ستعود إلى سياقها الأول؟ لا أظن، لأن للأمريكا مشروع قوي وكبير، وهو مشروع الشرق الأوسط الكبير. طبعا جاهز هذا المشروع من قبل الرئيس الأسبق للأمريكا جورج دبليو بوش، ووالده أيضا كان معتبر من هؤلاء المؤسسين للمشروع الشرق الأوسط الكبير. فطبعا المشروع الشرق الأوسط الكبير سوف يبدأ في سوريا ومن ثم إلى المناطق الأخرى في الشرق الأوسط لحماية المصالح الأمريكية، وخاصة طبعا لحماية الأمن القومي للإسرائيل وللمناطق الأخرى طبعا اللي سوف تكون في خدمة مصالح الأمريكية طبعا. هي بصراحة. نعم، بالعودة إلى التسليح، تركيا رفضت أن أمريكا تسلح قوات سوريا الديمقراطية، وهي مشاركة ترامب وهي عضو في حلف الشمال الأطلسي، فهل ستعيق هذا التسليح أم أنها لم ينظر في طلبها؟
لا أظن، لأنه الأمريكا صح، الأمريكا هي عضو في ناتو، طبعا تركيا نفس الشيء هي عضو في حلف الناتو، ولكن المشروع الأمريكي في سوريا يختلف عن مسألة الناتو، لأنه المشروع الأمريكي في سوريا طبعا هي لأجل ترسيخ السلم الأهلي في سوريا والقضاء على الإرهاب. طبعا الناتو في مشروعه طبعا لا يعارض على إنهاء الإرهاب ومحاربة الإرهاب في سوريا، ولهذا القوة الأساسية الرئيسية في سوريا التي تحارب الإرهاب هي قوات سوريا الديمقراطية، ولهذا لا يمكن للأمريكان أن يبتعدوا عن دعم لهذه القوات التي تدحر الإرهاب بشكل رغم أن تركيا عرضت عليها مسبقا بأنها ستتعاون مع أمريكا وأن تستبعد قوات سوريا الديمقراطية وأنها ستجعل بوقت قصير رقة مقبرة لداعش. كيف ترى ذلك؟ لماذا رفضت أمريكا هذا الاتفاق؟ طبعا بنظرتي طبعا يعني فعلا تركيا هي تعرف جيدا واكثر منا انها تعرف انه امريكا لا يمكنها ان تبتعد عن قوات سوريا الديمقراطيه والاداره الذاتيه في سوريا شمال سوريا، والقوات الديمقراطيه السوريه هي قوات نشطه وقوات فعلا قامت بدحر الارهاب في غرب كردستان وتوجهت الى طبقه ورقه وسوف تتوجه الى مناطق اخرى. نعم، وهل لديك معلومات عن حجم الاسلحه او نوعيتها التي ستقدم الى قوات سوريا الديمقراطيه من قبل دونالد ترامب؟ على ما اظن هناك اسلحه ثقيله طبعا المدافع، واحتمال يعني ان لم تكن في هذه المرحله او المرحله المقبله ستكون دبابات ايضا في الموقع الطلب. نعم، شكرا لك الصحفي هوزان عفريني على المعلومات التي افدتنا بها. أعلنت الأمم المتحدة أن المبعوث الدولي الخاص بسوريا ستيفان دي مستورا سيستأنف المفاوضات السورية بجنيف في 16 من الشهر الجاري. وأعربت المنظمة الدولية عن أملها في التركيز أكثر خلال الجولة السادسة من المفاوضات السورية على العمل مع الوفد حول الأجندة المتفق عليها بناء على نتائج لقاء جنيف 4، مشيرة إلى أن دي مستورا يعول أيضا على تطبيق الكامل للاتفاقات التي تم التوصل إليها في العاصمة الكازاخستانية أستانا في 4 من مايو أيار الجاري. مشاهدينا متابعينا، هذا كل ما في نشرة الإخبارية لهذه الساعة، ألقاكم على خير.